أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة قوي. مش شرط إن لبسك يبقى غالي أو براندات أو ماركات علشان يبقى عندك شياكة أو أناقة. انت ممكن تحصلي على الشياكة والأناقة دي بأقل التكاليف، بحاجات بسيطة، بحاجة اسمها مكملات الأناقة زي السكارفات والشيلان والإكسسوارات والشنط والأحذية المناسبة. برضو مش بمبالغ غالية، المهم تعرفي الحاجة اللي تليق عليكي، تعرفي تشكلي لبسك ازاي، تغيري منه ازاي، تجددي فيه ازاي. فهي هنا استخدمت شرب صغير خالص، عملت منه اشكال كتير. ممكن انتي ترجعي بالفيديو تاني وتشوفي كل الشكل هي عملته ازاي. عملت منه ببيونة، سابته كده عادي نازل منسدل على البلوزة بتاعتها. وعلى فكرة البلوزة بتاعتها بلوزة بسيطة جدا، لونها حلو، بلوزة من التريكو العادي، فنقدر ان احنا نغير في الشكل. هنا برضو فستان تريكو من اللون الجري، ابتدت تجيب له شال، لازم يبقى اللون بتاعه فيه ماتشنج مع الفستان. ابتدت ان هي تكشكشه وتعمله بالاستك بالمنظر ده. هنمشي مع خطوات العمل، هنلاقيها لفته على رقبتها وحاولت تقفله، وصلت للشكل ده وبتظبط الكسر بتاعته. عملت وردة جميلة. بعد كده ابتدت تلفه على ورا، واكيد هتربطه من ورا. ادالها شكل الهاي كول، وكمان حطت بروش. ايه الجمال ده! فكرة جميلة وبسيطة ونحاول ننفذها مع بعض. حطيته تحت الفستان كمان، بتوريلك تحت الجاكيت، بتوريلك كمان لو لبست عليه جاكيت هيبقى المنظر ايه. الحق منظر جميل جدا وبأبسط التكاليف. الله، ايه الفستان الحلو ده! تخيلوا ان هو كان قط في الاول، جابت له شرب شيفون جميل الوانه ماشية مع الفستان، وابتدت تلفه بالمنظر ده. طب هتعملي ايه؟ على فكرة أنا متابعاها من زمان وبتعمل أفكار جميلة جدا. زي ما أنا شايفة نزلته على الكم. الله، ده هتعمل له كم. طب إزاي؟ جابت الأستك ودخلته فيه، بقى كم منفوش. عارفين الكم المنفوش بيبقى شكله جميل جدا. هتعمل الناحية التانية بنفس الطريقة. محدش يقدر يقول إن في هنا أستك أو ظبطته هي بنفسها، لا مش باين. حطت له بروش والتاني. ايه رأيكم؟ المنظر جميل جدا، هتوليلك الشكل النهائي. فستان في منتهى الشياكة والأناقة. ما تنسوش تشيروا الفيديو وتعملوا لايك